السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ معانا أكلة سمك النهاردة مشكلة تجنن. معانا سمك بولتي هنشويه بطريقة لطيفة وسهلة بسرعة قوي وتنجز معانا في الوقت. السمك البولتي سمك ماكريل أيا كان، أنا ما بشيلش في البولتي القشر من بره، بخلي الراجل ينضف لي الزعانف والحاجات دي وبطنه بس كده تمام، وبشوفه شطفة كويسة وبس كده. أحضر بقى تتبيلته اللي هتتحط جواه وبراه. تعال معانا دلوقتي توم وفلفل حامي رومي اللي انتوا حابينه تمام. انا حطيته كله في الهون بتاعي الحلو ده، وبعد كده جبت عندي شطيطه كده فلفل احمر محطوط في الفريزر، خدت منه حته وبدقهم على بعض كويس قوي. تعالوا بقى نشوف البهارات بتاعتنا. معايا ملح دقه، يعني دقه كده بتبقى مشكله، وجنزبيل وكمون وكزبره ناشفه مطحونه. احط من كل حاجة نص معلقة، ما عدا الجنزبيل هيبقى ربع، والدقة معلقة كاملة. تمام كده، يعني نص ونص وربع ومعلقة كاملة. بس كده هقلبهم بقى كويس قوي، وبعد كده نشوف هنضيف ايه كمان عليهم. هنقلب كويس الخلطة كلها، نضيف بقى ليمونتين 3، بتبقى حلوة قوي طبعا عشان الزفارة، وعشان الدنيا تبقى مززة كده وطعمها حلو ومفيش زفارة باينالي في السمك قوي. عايزين تحطوا كمان شوية خل اللي انتوا حابينه، انا ما حطيتش خل. تمام، هعمل ايه؟ هاخد بقى من الخلطة دي هعمل فيها في بطنها دلوقتي الاول، وبعد كده هحاول ان انا يعني كل السمك احط فيه في بطنه. طب من بره لا، مش هحط من بره علشان لما يشوي ما يتحرقش مني، كده كده انا هرمي القشر اصلا اللي بره بالجلد اللي بره. هجيب بقى دلوقتي الردة بتاعتي، ردة ناعمة، هبهرها بكمون وكزبرة ناشفة مطحونة وبالدقة بتاعتي او ملح ايا كان المتوفر عندكم. هقلبهم في بعض كويس قوي كده عشان لما احط السمكة يبقى خلاص في يعني في الردة بتاعتي كل حاجة موجودة. هعمل بقى السمك وش وظهر كده زي ما احنا شايفين كويس قوي، احط الردة فيه، وبعد كده احطه على، عندنا بقى صاجة، عندنا صينية قديمة بنشوي فيها، عندنا شواية ايا كان اللي عندكم، هنشوي على طول على البوتاجاز. وحطيتها على طول، دي بتاعت السمك بس عندي بشوي عليها، فحطيته بقى دلوقتي زي ما احنا شايفين كده يشوي مع نفسه. كل ما بيشوي في جنب اروح قلبيه على الجنب التاني، علشان يعني احس ان اللحمه بتاعته تكون اللحمه كلها استوت من جوه، وهو كمان يتشوي. اعرف امتى تشوى كويس قوي؟ اولا ما نعليش العين عليها، يعني نخليها واطيه شويه بالذات لو سمك كبير، ونشوف اللي هو اسود قوي كده اتحرق، يعني اللي هي القشره اللي بره دي اتحرقت كده. تمام كده. هحضر بقى الخلطة اللي هحطها عليها من بره، هسقيها بيها يعني السمكة بتاعتي. عندنا الخلطة اللي احنا عملناها بتاعت التوم والفلفل، هنحط عليها ليمون تاني، وهنحط عليها شوية خل وشوية مية، ونظبط الملح بتاعها، التست بتاعها تدوقوه كده وتشوفوا الملح عامل ازاي. ميه مش كتير، على قد السمك بس اللي هتعملوه، يعني ما نصيصش ميه كتير. تمام، انا مش بحب احط السمكيه في الخلطه دي، فبحب اخد منها بالمعلقه واحط على حسب احتياجي، عشان ما تخليش السمكه معايا يعني خلاص طرت قوي واتهرت. زي ما احنا شايفين هو شكله بيتكلم وتحفه وسريع جدا وطعمه حلو قوي قوي قوي، يعني يستاهل بقكم. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هنعمل دلوقتي الكابوريا. عندي كابوريا المفروض ان يعني جوزي جابها لي، هي نتي على تكوره كده في بعضيها ومش كبيره، يعني اللي هو حجمها صغير. تمام كده. نعرف بقى الكابوريا منين ان هي بتاعت بحر او بتاعت مزارع وطين وحاجات كده. قلبها يبقى ابيض، الظهر بطنها سوري بتبقى بيضه، تعرفوا ان هي بتاعت بحر ونظيفه يعني. انما اللي فيها طين وفيها خطوط سودا دي بتبقى طينه بتاعت مزارع. تمام كده. هنحط بقى عليها خلطة كده حلوة عشان نعمل بيها شوربة كويسة قوي، ومش هكتر فيها المية. حطيت ليمون، حطيت بقدونس، حطيت جزر، حطيت توم، حطيت بصل. وبعد كده بحط البهارات بتاعتي، كمون وكزبرة ناشفة، وبعد كده الملح بتاعي ايا كان بقى التيست بتاعكم انتوا. ما نحطوش ملح كتير عشان الحاجات دي الملح بتاعها بيبقى عالي اصلا، يعني هو الطعم بتاعها بيبقى فيه مالح كده، بيبقى عالي يعني. فخدوا بالكم بس من الملح، نقطة الملح، وشوية جنزبيل ولوري بس كده. حط المية يا دوبك نصها زي ما احنا شايفين كده، انا مش هغطي مية، مش بسلق حاجة، انا عايزة يعني اللي هي تتعمل منها فيها، وهي ما بتاخدش وقت اصلا، وخصوصا ان هي صغننة مش كبيرة، فمش هتاخد معايا وقت اصلا على النار. بس كده انا بعمل حطيتها على النار، وزي ما احنا شايفين برضو مش مليانة مية، ففضيت منها بقى دلوقتي زي ما احنا شايفين كده. بصوا، المية يا دوبك كانت ربع الحلة أصلا، بس شربتها بجد جميلة قوي قوي قوي. عجبتني كمان أحسن من شوربة الجمبري.
هنشوفه مع بعض دلوقتي. شوربتها كانت حلوة قوي مع اني ما كنتش بشرب شوربتها، بس انا مركزة، تحسوا ان هي مركزة، والليمون والمزازة، فطعمها خطير بصراحة يا جماعة، حلوة قوي تستاهل بقكم. يلا بينا نشوف الجمبري بقى هيتعمل ازاي دلوقتي. وليه انا بقول هو احسن، الكابوريا طلعت احسن من الجمبري مع ان انا بحب شوربة الجمبري اكتر اصلا. احنا جبنا جمبري، المفروض ان هو ما طلعش كبير زي شكله، يعني اللي هو بيخس في الاكل مثلا لما بيجي يتعمل يعني. ما طلعش ان هو الحجم بتاعه زي الجمبري اللي هو الكبير شوية يعني. بس فشوربته طلعت مسخة، ليه مش مسكرة قوي، وفي نفس الوقت يعني ما كانتش حلوة قوي بصراحة يعني. خدوا بالكم وانتوا بتجيبوا الجمبري، يعني في حاجات ما ينفعش ان احنا نجيب فيها صغنن قوي، لا هو يعني ده مش صغير قوي زي ما احنا شايفين، بس برضو طلع يعني. خدوا من ناس انتوا عارفينهم بتتعاملوا معاهم وعارفين ايه الحاجة بتاعتهم. هنجيب الجمبري بقى ايا كان الكمية، هنحط عليها جزر مبشور، وعندنا بقدونس، وعندنا بصل، وعندنا معلقة من الخلطة اللي احنا عملناها بتاعت الدقة والثوم يعني والفلفل. وبعد كده هنحط ليمون نعصر، بلاش نحط القشر عشان ما يمررش في الاكل بتاعنا يعني، زي ما احنا شايفين كده. وهنحاول ان احنا نقلب كله في بعضه فوق وتحت وكده يعني، زي ما احنا هنشوف دلوقتي. بس قبل ما نعمل كده هنحط البهارات برضو، جنزبيل، وهنحط كمون، وهنحط كزبرة ناشفة مطحونة، والملح برضو على حسب ما انتوا حابين. تمام كده. وفصين توم صحاح زي ما احنا شايفين كده. هنقلب بقى الكمية دي، الحاجات دي كلها في الجمبري زي ما احنا شفنا. وبعد كده هحط بقى شوية مية، كوباية الا ربع مية عليهم بس. انا بحب الجمبري الطاجن بيبقى مفهوش مية كتير عشان ما يبقاش صايص، وما يبقاش طعم الجمبري مش حلو. بس هو انا الجمبري اصلا نوعه ما كانش لطيف يعني. فجيبوا من حد انتوا يعني بتتعاملوا معاه وعارفين الدنيا معاه ازاي. بس كده حطيته في الفرن، وزي ما احنا شفنا هو طلع شرب المية بتاعته، الشوربة بتاعته، بس مش ما تفضلش منها الا حاجات بسيطة يعني. بس زي ما احنا شايفين كده، وحتى شكله باين ان هو الجمبرية مش مالكة نفسها، اللي هي مش زي ما احنا جبناها، خست قوي قوي من عند يعني من الراجل، مش عارفة ايه العيب فيها بصراحة. فزي ما احنا شايفين، بس كان طعمه لطيف مش وحش، والخلطة نفسها كانت حلوة قوي. اتمنى تكون الوصفة كلها والاكلة كلها عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.